سؤال مهم. أنت أو أنتي استقبال بس ولا إرسال بس ولا إرسال واستقبال؟ إيه ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ طيب هقولك معلومة مهمة، لكل فعل رد فعل. يا سلام جديدة دي. استنى شوية، هشرح لك كل حاجة. أهلاً بيكم في فن العلاقات. الموضوع ببساطة، هل أنت شغال استقبال فقط ولا إرسال واستقبال؟ هبسطها لك. لو أنا اتصلت عليك دلوقتي يبقى أنا بعت ليك إرسال وبستنى منك الموافقة وفتح المكالمة، ده اسمه استقبال. نخش في الصميم. 1. ناس استقبال بس، حياتهم كلها سماع مشاكل الغير، كل الناس تحكي لهم همومها، هم بيحاولوا يحلوا المشاكل، بس لما هم يحبوا يتكلموا تلاقي الناس دي مشغولين ومش مهتمين بيك أصلاً. 2. ناس استقبال أوامر، اعمل كده، اعملي كده، وبيتنفذ الكلام من غير تفكير حتى لو كان غلط. 3. ناس استقبال لوم، حتى لو الغلط مش منهم بيتحملوا تبعاته. الحقيقة المرة، مفيش حد حاسس بيك إلا لما يحتاجك، عاوزينك صندوق شكاوى من غير ما تشارك رأيك ولا حتى تتكلم في حاجة تانية. أنانية وجحود. نصيحة من القلب، ما تبقوش استقبال بس، خلوا ليكم رأي، وجود، صوت. اطلقوا الطاقة المكبوتة دي عشان ما تنفجرش جواكم. سلام عليكم، واستنونا في موضوع جديد.